الجزائر ضد الأرجنتين، قمة عربية لاتينية في كأس العالم 2026. تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة، عندما يلتقي المنتخب الجزائري بنظيره الأرجنتيني في مواجهة قوية ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضا الأردن والنمسا، ما يجعل المنافسة على بطاقات التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات. يدخل محارب الصحراء هذه المباراة بطموح كبير من أجل تحقيق نتيجة تاريخية أمام أحد أبرز المنتخبات في العالم، معتمدين على الروح القتالية والدعم الجماهيري والرغبة في تقديم أداء يليق باسم الكرة الجزائرية على الساحة العالمية. أما المنتخب الأرجنتيني فيسعى إلى تأكيد قوته منذ البداية ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، مستفيداً من خبرة لاعبيه وجودة عناصره في مختلف الخطوط، في مواجهة لن تكون سهلة أمام منتخب جزائري لا يعرف الاستسلام. وتقام المباراة على ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ترقب كبير من الجماهير العربية والعالمية لمتابعة هذه القمة المنتظرة. وتنطلق المواجهة يوم الثلاثاء 16 من يونيو 2026، حيث ستكون في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب فجر يوم الأربعاء 17 من يونيو، وفي تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر وليبيا، بينما تنطلق عند الساعة 4 صباحا بتوقيت السعودية وقطر والعراق. أما القنوات الناقلة في الدول العربية فستكون عبر شبكة بي سبورت من خلال القنوات الرئيسية وقنوات الماكس، كما يمكن متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر بي إن كونكت، إضافة إلى منصة تود، وهي خدمة البث الرقمي الرسمية التابعة للشبكة. فهل يتمكن المنتخب الجزائري من تحقيق مفاجأة مدوية أمام بطل العالم؟ أم تنجح الأرجنتين في فرض خبرتها وحصد أول 3 نقاط في مشوارها بالمجموعة؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا متابعة المزيد من تغطيات كأس العالم 2026.